يا مساء الفل عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. يلا بينا نعمل فطير العذراء والملاك او قرص زي ما تسموها. هنعملها سادة ونعملها محشية بطريقة سهلة جدا، وهتطلع جميلة جدا وهشة اهو زي ما انتم شايفين، جميلة جدا جدا وطعمها تحفة. بصوا عاملة ازاي. ان شاء الله تبسطوا بيها، تجربوها وتقولي رأيكم فيها. نبدأ بقى على طول. معايا نص كوباية مية دافية دافية بس. هندوب فيها معلقة كبيرة من الخميرة البيرة، تقدروا تستخدموا الخميرة الفورية تنفع. وهحط عليها معلقة كبيرة من السكر وهقلبهم كويس جدا وهركنهم مع بعض. اللي على جنب دول كوباية ونص سكر، انا خدت منهم معلقة، يعني هما كوباية ونص على مقدار الدقيق اللي انا هعمله هنا. ده معايا كيلو من الدقيق. اختاروا دقيق نوعية كويسة عشان تطلع معاكم القرص هشة وحلوة. ده كيلو دقيق هنخله اهو زي ما انتم شايفين، عشان يدخل له بس شوية هوا كده واحنا بنعجن. هنا الخميرة انا بحط عليها معلقة دقيق، مرضتش احط قبل ما انخله، خدت معلقة بعد ما اتنخل، معلقة دقيق تقلبيها مع الخميرة ومعلقة السكر وهنركنهم على جنب على ما نحضر. حطيت رشة ملح، رشة صغيرة جدا، رشة صغيرة جدا جدا من الملح. وهنحط كيس الفانيليا، أنا كنت هحطه على الدقيق وبعدين قلت لا ادوبه مع الخميرة افضل عشان يدوب بس. هنا بقى جبت الكنكة دي او اي حاجة تحط فيها كوباية ونص من السكر اللي احنا خدنا منها معلقة مع الخميرة، وهحط معاها كوباية ونص من المية. هنا بصراحة انا كتير المية، يعني المية اللي انا حطيتها في الكنكة دي طلعت كتيرة شوية، فاحتجت لدقيق وانا بعجن. فانتوا حطوا كوباية بس، كوباية واحدة مع كوباية ونص سكر او كوباية وربع او كوباية زي ما بتحبوا الحاجة مسكرة قد ايه حطي. انا استخدمت كوباية ونص بس، النص ما كانش مليان قوي يعني زي ما انتوا شفتوا. وهحط كوباية من الزيت، اختاروا برضو زيت يكون نوعية نظيفة، وبرضو براحتكم الزيت الموجود هينفع اي زيت، بس الزيت النظيف بيديكي طعم حلو وريحة حلوة للقرص. خلاص بصوا الخميرة عملت ازاي، انا كنت مبسوطة بشكلها، فارت خميرة عافية. الخميرة البيرة بصراحة بتكون عافية كده عن الخميرة الفورية. هقلب بس الدقيق مع الزيت الاول تقليبة كويسة جدا. انا مسرعة لكم الفيديو عشان ما اطولش عليكم. هنقلب الدقيق مع الزيت كويس جدا جدا، وبعدين هنزل بالخميرة والسكر والفانيليا دول مع بعض، خميرة وسكر وفانيليا، نص كوباية مية مدوبة فيها الخميرة والسكر. هجيب بقى المية بسكر اللي انا قلبتها في الكنكة دي وهبتدي اخد منها شوية شوية وهعجن على طول. خلاص كده انا فضيت نص كوباية اللي انا مدوبة فيها الخميرة، وكوباية ونص اللي انا دوبت فيها كوباية ونص من السكر. وبس كده هنقلبهم ونبتدي نعجن بقى على طول. ولو حسيت ان هي العجينة طرية هتبتدي تحط دقيق معلقة معلقة كده لحد العجينة ما تلم معاكي وتكون متماسكة، بس مش قوي يعني اهو زي ما انتوا شايفين كده، كانت يعني زي ما معقولة، عشان القرص بس تطلع معاكم طرية وتبقى حلوة. خلاص لما لميت العجينة بقى ونضفت ايدي بمعلقة من الزيت، مش معلقة كمان أقل، يعني حاجة بسيطة جدا. هغطيها بقى عشان تختمر واركنها على جنب. بعد نص ساعة، يعني مسبتهاش كتير، هو نص ساعة عشان الجو حر جدا. وابتديت ادهن بقى الصواني بتاعتنا وهقطعهم على طول، وبرضه هتخمر على طول لان الخميرة حلوة جدا والجو حر بيساعد. فهي بصوا اختمرت ازاي، يعني حجمها يعتبر الضعف بس مش قوي، لان انا مسبتهاش مدة طويلة لان لسه هنسيبها في الصواني، والجو كمان حر جدا. وزي ما قلت لكم السكر انا حطيت كوبايه ونص، تقدروا تحطوا كوبايه او كوبايه وربع زي ما انتوا حابين. خلاص بقطعها في حجم البيضه كده، يعني مش كبيره قوي، قرص في حجم البيضه اللي حابب يوزن. انا كانت وزن القرص بتاعتنا دي كانت ما بين 30 ل 40 جرام الواحده. يعني مش هتزيد معاكي عن كده، لو انت هتقطعيها في حجم البيضه هتكون في الحدود دي. يعني زي ما انتوا شايفين تقدروا تقطعوا كده وتقدروا تقطعوا بالقطعه. هي سهلة جدًا بتتقطّع معاكِ بسهولة عشان فيها زيت وفيها سُكّر، فما يعني العرق بتاعها بيكون بدأ يضعف شوية من السُكّر والزيت. طعمها كان جميل جدًا بجد، طعمها حلو جدًا وريحتها كمان جميلة جدًا، جدًا، من الفانيليا وزيت حلو اللي إحنا مستخدمينه.
اهو زي ما انتوا شايفين أنا قطعت الصينيتين بسرعة اهو، مش بتاخد معاكي اي وقت خالص. هنكمل بقى. هنا كان عندي شوية زبيب، في جزء منه انا اللي عاملاه وفي جزء كنت شارياه، الاسود ده كنت انا اللي عاملاه. هتحشي بقى من الزبيب، لو انت حابة تحشيها زبيب وجوز هند ينفع، عايزة تحشيها زبيب بس انا كان عندي جوز هند بس نسيت، فحطيت زبيب بس. او تقدروا تسيبوها سادة، مش هتفرق كتير على فكرة في الطعم، يعني وفروا الزبيب واعملوها سادة. في ناس بتضيف لها سمسم، اهو في واحدة بحط لها من الرفيع ده تحطي حبة حلوين، التاني الزبيب التاني ده كان كبير حبايته كبيرة، فبحط منه حبايتين اتنين او تلاتة بس. خلاص عملت صينيتين، اتنين محشيين بالزبيب، وباقي الكمية عملتها سادة لان انا حاسة ان هي مش فارقة كتير يعني. وبس كده اهو. هنبتدي بقى بعد ما ارتاحوا شوية والعجينة ارتاحت شوية مش اختمرت. آه، ابتديت افردهم زي ما انتوا شايفين كده، دي كل الكمية اللي انا عملتها اهو. عملوا لي 48 واحدة في الحجم اللي انتوا شايفينه ده، يعني كيلو دقيق طلع لي 48 قرصة من اللي انتوا شايفينهم دول اهو. ده بعد ما استوى انا سويت زي ما انتوا شفتوا، وحطيت في الصاجة من تحت على الصاجة على أرضية الفرن يعني من تحت، وولعت الفرن من فوق ومن تحت في وقت واحد. كنت مسخناها الأول وولعتها من فوق ومن تحت في وقت واحد، وكنت النار متوسطة فوق وتحت، من تحت أهدى من فوق كمان، يعني من تحت كنت مهديها خالص خالص عشان بس ايه تطلع السوا بتاعها الأرضية زي ما انتوا شايفين، السوا بتاعها طالع رايق وجميل جدا جدا اهو، عشان من تحت كنت مهدية الفرن خالص. اه زي ما انتوا شايفين كده دي طلعت محشية، انا بقيت مش عارفة اللي محشية من اللي مش محشية، حطيتهم على بعض. دي طلعت هي محشية اللي قطعتها لكم، وهقطع لكم واحدة تانية هتطلع سادة. بصوا جميلة طعمها جميل جدا جدا، يعني لو سويتها على نار هادية اكتر من كده كانت هتبقى عاملة زي البسكوت. شايفين التسوية حلوة ازاي؟ جربوها بجد حلوة جدا، هتنفعكم في الصيام، في الفطار الصبح مع كوباية شاي يعني، تغيير غير الفطار اللي احنا متعودين عليه. شايفين منظرها وروقانها ولونها جميل جدا ازاي. لو عندكم اي اسئلة اكتبولي في التعليقات وانا هجاوب عليكم كلكم. ونشوفكم على خير فيديو جديد. باي باي.